وحش كاسر ما كانش حد عارف عنه حاجة. في مباراة سجل هاتريك في السيتي وأهان فريق جوارديولا وخسرهم بالأربعة. مهاجم وحش فتاك قصاد المرمى، وفي نفس الوقت لاعب كورة يعجبك، يعني هداف زي هالاند بس لاعب كورة أفضل من هالاند. فاشتري مني بقى أرقامه إيه ورايح فين. فيكتور غيوجريس مهاجم سويدي عنده 26 سنة، بدأ مسيرته في أندية سويدية مجهولة لحد ما خد الخطوة الكبيرة في مسيرته في 2018 وراح نادي برايتون. ووقتها ما كانش برايتون الحالي، كانوا لسه بيبدأوا مشروعهم. لعب مع برايتون تحت 23 سنة 31 مباراة، سجل 14 هدف وصنع 5 تانيين. لكن مع الفريق الأول وعلى مدار عقده بالكامل لعب 8 مباريات بس، سجل هدف وصنع هدف وما خدش فرصة وقضاها إعارات. الإعارة الأولى كانت لسانت باولي الألماني، لعب 28 مباراة سجل 7 وصنع 4، ومنهم طلع على سوانزي سيتي في إعارة فاشلة 12 مباراة سجل هدف عشان يروح من برايتون للفريق اللي قدمه للعالم كوفنتري سيتي ويلعب معاهم سنة ونص، لعب فيها 116 مباراة سجل 47 هدف وصنع 13، ولما وصل كانت قيمته مليون يورو، لكن لما طلع منهم على لشبونة كانت قيمته 13 مليون يورو. تخيل حجم التطور الفني اللي حصل له في سنة ونص وضاعف سعره 13 مرة. لشبونة اشتراه ب 24 مليون يورو، وده رقم كان غريب على لاعب بره الدوري الانجليزي الممتاز، لكن واضح انه عندهم عين ثاقبة في التعاقدات. غيوكريس بيلعب مع لشبونة بقاله سنة وكام شهر. في الموسم الأول لعب 50 مباراة سجل 43 هدف وصنع 15، ولحد دلوقتي من الموسم الحالي لعب 17 مباراة سجل 23 هدف وصنع 4. الأرقام دي صح، هو فعلا أرقامه كده. وقيمته السوقية في سنة ونص برضه طلعت من 13 مليون يورو ل 70 مليون يورو، وحاليا لشبونة موافق على بيع اللاعب ب 60 مليون يورو، وده رقم سهل قوي على الفرق الكبيرة. بس مين هي الفرق اللي مهتمة؟ تعال نشوف. 1. أرسنال. هو ليه أرسنال مش قادر ياخد الدوري؟ عايز السبب الأول في رأيي إنه مفيش مهاجم فتاك قادر يعدي 20 هدف في الموسم في الدوري ويلم نقط في المباريات المقفلة، ودي حاجات لازم تتوفر في الأندية البطلة، يكون عندك لاعب فتاك مش مجرد سد خانة والكلام ده. جوارديولا معرفش ياخد الدوري مع السيتي غير بهالاند، وأرسنال آخر دوري خده كان من أيام هنري، يبقى كده الأرسنال هو الاسم المهتم الأول باللاعب حاليا، وأكيد معاهم سيولة كافية لضمه. 2. مانشستر يونايتد. تعرف مين آخر مهاجم نجح مع اليونايتد؟ صدقني لو سبتك سنة تفكر مش هتجيبه. زلاتان إبراهيموفيتش، ده آخر واحد عمل فرق في هجوم مانشستر يونايتد. راشفورد فاشل، مارسيليا فاشل، هيولاند لسه ما عملش حاجة، وزيركيزي تاه مع تنهاج، فبقى لازم يجي مهاجم فتاك يقود هجوم الفريق اللي شكله داخل على عهد جديد مع روبن أوميريوم هو المدرب اللي جاب غيوكريس وعمل منه النسخة المرعبة دي، وده اللي خلى تقارير صحفية تقول إنه أول ما طالب المدرب البرتغالي كانت المهاجم السويدي. اليونايتد قادر يجيبه عادي، ولازم يجيب كام صفقة كده تناسب المدرب الجديد وتبين إن الفريق داخل على مشروع حقيقي زي ما عملوا مع كل المدربين اللي قبل منه. النصر السعودي. الدوري السعودي الصيف الجاي هيتعامل فيه حاجات كتير تغير خريطة الدوري، وأول الحاجات دي مثلا هي صفقات قياسية جديدة ومعاها رحيل نجوم صف أول برضه. دلوقتي الفكرة في النصر إن غيوكريس يجي وغالبا رونالدو هيروح الهلال. الموضوع زي ما بقولك كده، والنغمة دي بتكبر كل يوم عن التاني. النصر جاهز يدفع اللي لشبونة عايزه، بس هل ممكن وهو في قمة مجده الكروي وداخل على أكبر خطوة في مسيرته الكروية يسيب كل ده ويروح السعودية بدري قوي كده؟ برشلونة آخر المنضمين للقايمة دي. إدارة برشلونة شايفة إنه لازم يضم مهاجم قوي يبقى خليفة ليفاندوسكي، ويكون مهاجم بمواصفات معينة تنفع مع أسلوب لعب فيليك المباشر، يعني من الآخر واحد قادر يضغط على الدفاع، يتحرك بين المدافعين، سريع، قوي بدنيا، هداف، وقادر يعمل ربط مع الأطراف، وكل دي مواصفات في غيوكريس وناجح جدا في كل الأدوار دي. وسعر البيع في متناول برشلونة وقادرين يدفعوه، بس اللاعب يقرر يروح لهم، لأنه تخيل مثلا مع فيليك اللي خلى مهاجم الكل كان بيقول عليه خلاص انتهى زي ليفاندوسكي بقى عامل الأداء المرعب ده. فلو اديته حتة نظيفة زي غيوكريس وهو في قمة شبابه ومستواه، تفتكر هيكون قادر يعمل بيها ايه؟ الواقع بيقول انه بالارقام والاداء والتأثير غيوكريس افضل مهاجم في العالم في اللحظة اللي بكلمك فيها دي دلوقتي، والمؤكد برضو انه ده اخر موسم ليه في الدوري البرتغالي، والصيف الجاي هيروح فريق تاني كبير في اكبر خطوة في مسيرته. بس انا عندي ليك سؤال، شايف ايه انسب فريق ليه؟ وهل الاداء ده والارقام دي علشان الدوري البرتغالي؟ وهل لو راح فريق كبير في دوري اكبر هيقدم برضو نفس النجاح والارقام؟